سقطة إعلامية على الهواء مباشرة بعدما نسي الميكروفون مفتوحا، فتسرب صوت مراسل جزائري وهو يحرض الجماهير على الحديث عن غياب التذاكر وافتعال أزمة تنظيمية قبل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو. اللي حصلت لما اترفع علم المغرب. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة، وهي زاوية تناول الموضوع نفسه. المقال بيعرض اللي حصل بشكل واضح جدا، تسلسل الأحداث مظبوط، بس أنا حاسس إن السرد أقرب لتقرير إخباري. بالظبط. القصة الحقيقية هنا مش في اللي حصل، لكن في ليه حصل. المادة الحالية بتلمس النقطة دي بس مش بتتعمق فيها كفاية. يعني التحليل بيركز قوي على سرد الوقائع، حصل كذا وبعدين حصل كذا، وفي الآخر بيجي استنتاج إن الكورة المفروض للتقارب. اللي هي الخاتمة التقليدية شوية. أيوة تماماً. لازم نعيد صياغة الموضوع بالكامل عشان يركز على فكرة إزاي رمز بريء زي علم الدولة المستضيفة ممكن يتحول لشرارة أزمة. لازم الصراع الأساسي في القصة يبقى اللي هو تسلل التوترات السياسية للمدرجات، مش مجرد شغب جماهير. فكرة ممتازة. يعني بدل ما نقول حصل شغب، نقول المدرج بقى مراية للصراع السياسي. ده بيغير وزن الموضوع كله. طيب عملياً ده يتم إزاي؟ بص، ممكن نبدأ بمقدمة مختلفة تماماً. تخيل لو المقال بدأ كده: في عالم كرة القدم أحياناً قطعة قماش ملونة بتكون أخطر من أي تدخل عنيف في الملعب. ده اللي حصل لما علم المغرب اترفع في ماتش للجزائر وحول المدرجات للساحة بتعكس صراعات أكبر بكتير من 90 دقيقة. بداية قوية جداً، بتشد القارئ من أول ثانية. بالظبط، وبتحدد لهم إننا مش بنتكلم عن ماتش كورة عادي. وممكن نكمل بنفس الأسلوب جوه النص، نطرح أسئلة تخلي القارئ يفكر. زي إيه مثلاً؟ زي مثلاً، إيه اللي يخلي رفع علم الدولة المستضيفة، وهو تصرف طبيعي جداً في أي بطولة في العالم، يبقى سبب في صدام بالشكل ده؟ الأسئلة دي بتحول النص من مجرد سرد المعلومات لحوار بيشرك القارئ معاه في التحليل. تمام. وده يوصلنا للنقطة التانية، وهي بناء النص. الترتيب الحالي ماشي بشكل زمني: وصف الحادثة، تدخل الكاف، وبعدين في الآخر خالص مدح تنظيم المغرب. الترتيب الزمني ده خلى التناقض الدرامي اللي في القصة يضيع شوية. بالظبط. لما بنحط الجزء بتاع مدح التنظيم والروح الرياضية في الآخر، بيبان كأنه جزء منفصل، كأن الكاتب بعد ما خلص القصة الرئيسية قال وبالمناسبة كان في حاجة كويسة بتحصل برضه. الفصل ده بيقلل من قوة المفارقة. عامل زي ما تكون بتحكي عن حريقة حصلت في مبنى، وفي آخر القصة خالص تقول إن المبنى ده كان واخد جايزة في الأمان ضد الحرائق. المعلومة بتوصل، بس الصدمة الدرامية ضاعت. بالظبط كده، تشبيه ممتاز. القوة مش في المعلومتين منفصلين، القوة في وضعهم جنب بعض. لازم نستخدم التناقض ده كأداة أساسية في بناء القصة. طب إيه أفضل طريقة نعمل بيها المواجهة دي؟ هل مجرد إعادة ترتيب للفقرات؟ إعادة الترتيب خطوة أولى، بس الأسلوب نفسه هو اللي هيفرق. في طريقتين: الأولى إننا نقسم النص لمشهدين متقابلين بشكل واضح. إزاي؟ يعني ممكن نستخدم عناوين فرعية. المشهد الأول: فوضى في مدرجات ملعب مولاي الحسن بسبب علم، ونوصف اللي حصل. وبعدها على طول المشهد الثاني: على بعد كيلومترات قليلة نفس الجمهور بيرسم لوحة تشجيع مثالية لمنتخبات تانية. دي طريقة سينمائية قوي، بتخلق تأثير بصري في خيال القارئ. والطريقة التانية، لو الكاتب حاسس إن دي هتقطع السرد، هي استخدام جمل بتربط بين النقيضين. دي ممكن تكون أسلس. يعني بعد وصف الفوضى ممكن نكتب جملة زي دي: المفارقة الصارخة إن حالة الفوضى دي حصلت كجزيرة معزولة في بطولة كله بيشيد بتنظيمها. وده اللي بيخلي السؤال أهم: ليه هنا بالذات؟ الجملة دي بتربط الحدث بالسياق بتاعه بشكل قوي. أنا ميال أكتر للاقتراح التاني ده، لأنه بينزج التناقض جوه القصة نفسها. فكرة المواجهة دي بتفتح الباب لنقطة تالتة: التقرير بيركز على الطرف الجزائري والمغربي والكاف، بس الصورة بحسها ناقصة طرف مهم جدا. التقرير بيغطي أطراف الأزمة لكنه بيتعامل مع طرف ثالث كأنه مجرد جزء من ديكور الحدث، اللي هو بوركينا فاسو. طبعا منتخب بوركينا فاسو اللي كان طرف أساسي في الماتش بيتم ذكره بشكل عابر جدا،
جملة واحدة بتقول تجاوزات طالت جماهير ولاعبي منتخب بوركينا فاسو وبس. يعني بنعرف إنهم اتأثروا، لكن مش بنحس بتأثير ده عليهم. بالظبط، مش بنسمع صوتهم ولا بنحس بموقفهم، وهم اللي اتوجدوا في نص أزمة مش بتاعتهم. طيب هل ممكن الكاتب يكون حس إن إضافة طرف ثالث هيشتت تركيز القارئ عن الصراع السياسي الأساسي؟ سؤال مهم، بس في الحالة دي أنا بشوف العكس تماماً. إضافتهم مش بتضعف النقطة السياسية، دي بتقويها وبتورينا أثرها الإنساني. بتخلي الموضوع ملموس أكتر. لما بتحصر القصة في طرفين بس بتبقى مجرد تحليل سياسي رياضي بارد، لكن لما بتدخل الطرف الثالث البريء اللي اتأذى، القصة بتتحول لدراما إنسانية ليها معنى أعمق. إزاي ممكن نضيف وجهة نظرهم من غير ما نخترع كلام هم ما قالوهوش؟ مش محتاجين نخترع، إحنا بس محتاجين نوجه نظر القارئ لموقفهم، نحط القارئ مكانهم. فكرة كويسة. يعني ممكن نضيف فقرة زي لكن للحظة خلينا نخرج بره الصراع ده ونسأل، طب فين منتخب بوركينا فاسو وجماهيره من كل ده؟ تخيل إنك جاي من بلدك عشان تشجع فريقك، وفجأة تلاقي نفسك طرف في صراع تاريخي وسياسي معقد لا ليك فيه ناقة ولا جمل. ده بيخلق تعاطف فوري. وبيخدم الفكرة النهائية بتاعت إن الكورة المفروض تجمع مش تفرق. بيورينا بشكل عملي إزاي الخلافات دي بتفسد التجربة على ناس ملهاش أي ذنب. وده بيحول الرسالة من مجرد شعار بنردده لحقيقة مؤلمة وملموسة. حلو قوي. طيب ده بيوصلنا للخاتمة. الخاتمة الحالية بتقول: الرياضة تجمعنا لا تفرقنا. بحسها بعد كل التعقيدات دي خاتمة متوقعة شوية. دي نقطة ممتازة. الخاتمة الحالية ضعيفة لأنها بتقدم حل مثالي لمشكلة معقدة جدا. هي بتقول المفروض يحصل إيه، بس بتتجاهل الواقع اللي المقال كله بيعرضه. يعني المقال كله بيشرح إزاي السياسة فرقت، فما ينفعش ننهيه بجملة سطحية بتقول إن الرياضة بتجمع. بالظبط. الخاتمة القوية مش بتدي إجابة سهلة، لكنها بتسيب القارئ بيفكر في سؤال أصعب. لازم تجاوب على سؤال إذن ماذا بعد، أو so what. زي إيه مثلاً؟ ممكن ننهي المقال بفكرة زي: الحادثة دي مش دليل على فشل الرياضة في توحيد الناس، لكنها دليل على قوة السياسة في اختراق كل المساحات النقية. التحدي الحقيقي مش إننا نردد شعارات، لكن إننا نبني جدران حماية حقيقية حوالين ملاعبنا. خاتمة قوية جداً، بتلخص المشكلة وبتعترف بالتعقيد وبتقدم فكرة للمستقبل. وبتحمل المسؤولية للكل، الاتحادات، المنظمين، وحتى كل مشجع. ممتاز. يبقى كده عندنا 4 نقط رئيسية. أولاً، نحول التركيز من إيه اللي حصل ليه حصل. ثانياً، نستخدم التناقض بين الفوضى والروح الرياضية كعنصر بناء أساسي. ثالثاً، نضيف وجهة نظر الطرف الثالث بوركينا فاسو عشان ندي للقصة بعد إنساني. وأخيراً، نصيغ خاتمة أعمق بتجاوب على سؤال ماذا بعد وتترك أثر دايم عند القارئ.